أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لكم نشرة الأخبار لهذا المساء يصحبكم فيها نور الدين خليفة، وأبدأها لكم بأبرز ما جاء فيها. الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الملاريا، عقد سيمينار للحوادث الطبيعية والمفتعلة من صنع الإنسان، تجميع القرى في ضاحية كرفلوم. آسيان تحذر من تهديدات جهادية حقيقية في جنوب شرق آسيا، طالبان تسيطر على منطقة في أفغانستان، ووزير الخارجية الأمريكي في الرياض في بداية جولته بالشرق الأوسط. كانت تلك عناوين النشرة، إلى حضراتكم الأنباء بالتفصيل. احتفل الإقليم الأوسط وإقليم عنسبة باليوم العالمي لمكافحة الملاريا تحت شعار للسيطرة على الملاريا فلنعزز العمل أيضا. وفي مراسم الاحتفال الذي جرى في 28 من شهر الجاري على مستوى الإقليم الأوسط في بلدة سعدة كريستيان، أعلن بأن الأنشطة الجارية للقضاء على الملاريا لعبت دورا بارزا ليس في انخفاض نسبة الإصابة العالية فقط، بل قارب القضاء بالكامل على المرض. كما علم على مستوى البلاد أن إريتريا تعتبر أحد الدول التي تحقق إنجازا كبيرا للسيطرة على المرض، وأن الإنجاز الذي تحقق في إنجاح أهداف الألفية يعكس ذلك. وفي البرنامج الذي انتظم في مدينة حقات على مستوى إقليم عنسبة، أوضح السيطرة على المرض بنسبة 97%، وقد تم تذكير لمواصلة الجهود الجبارة المنسقة تحسبا من الانتكاسة. وأفاد مراسل إيرينا عن وضع خطط تساعد للسيطرة على المرض، كما قدمت المؤسسات الصحية في مديرية حقات في المناسبة تقارير حول الأنشطة الجارية للقضاء على الملاريا ونتائجها. عقد في مدينة مندفرة سيمينار بحثي يوم 27 من إبريل بحث الحوادث الطبيعية والمفتعلة من صنع الإنسان التي قد تقع في الإقليم الجنوبي وسبل الحد من أضرارها. وأوضح خبير علوم الأرض البروفيسور جابر برهان عقبازجي في السيمينار الذي شارك فيه مسؤول أقسام الإقليم والجبهة والاتحادات الوطنية أن الاستعدادات المسبقة لها دور كبير للحد من الأضرار، وشدد على أهمية القيام بالدراسات الأولية للتعرف على أسباب الحوادث الطبيعية والمفتعلة من صنع الإنسان وسبل الوقاية منها. وقال إن اقتلاع الأشجار وتلوث البيئة وإرساء البنى التحتية دون دراسات هي من أسباب حوادث صنع الإنسان، داعيا إلى تنسيق كافة الجهات الحكومية والمجتمع لمكافحة هذه الظواهر. وحث السيمينار لتوجيه التعبئة إلى كافة قطاعات المجتمع لتطبيق الدراسات وإقامة جهة تتابع أسباب وتأثيرات الحوادث وتقديم المعلومات بشأنها وإقامة مراكز معلومات واستطلاع في الأقاليم. تجر الإشارة إلى أن انجراف التربة والأمطار المصحوبة بالرياح القوية والثلوج واقتلاع الأشجار والسيول من بين الحوادث الطبيعية والمفتعلة من صنع الإنسان. أعلن مدير ضاحية قنفلون بمديرية حمل مالو عن تجميع 90% من السكان في الأماكن المخصصة لهم. وأوضح السيد محمود إدريس علي بأن أكثر من 580 أسرة من مناطق قريش وتجبا وأملا تجمعت في ضاحية قنفلوم للحصول على الخدمات الاجتماعية الجيدة. وأشار إلى أن عملية التجميع تنفذ بوسيلة منسقة ومدعومة، ويقوم المواطنون ببناء المساكن للمحتاجين بالنفير. ذكر عن إرساء مدرسة ومصادر للمياه وخطوط الكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية الأخرى لحوالي 3000 من السكان، داعيا لإيجاد حل عاجل لبناء عيادة وتوسيع المدرسة. وأكد المواطنون حصولهم على الكثير من الفوائد من التجمع. تبعد ضاحية قنفلوم مسافة 18 كيلومترا إلى الشمال من مدينة كرن. أقام مربو النحل في مديرية قندع جمعية تعاونية خاصة بهم. وقال مدير مديرية قندع السيد عمر يحيى الحاج في المؤتمر التأسيسي للجمعية إن مديرية قندع ملائمة كثيرا لتربية النحل لوقوعها داخل المحمية الوطنية، موضحا بأن قرار مربي النحل العمل بالتأطير في جمعية يعتبر خطوة كبيرة للأمام. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية سيد كداني يحدقو أن التأطير يساعد لمزيد من الإنتاجية، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل. انتخب المؤتمر هيئة إدارية للجمعية لمدة عامين.
قدم مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية مصوع الدعم لأسر الشهداء والمعاقين ورعايات الأتامى والأسر المعدمة التي تم التعرف عليها بواسطة اللجان، وكانت المساعدات عبارة عن عربات الكارو. وفق المعلومات التي أدلى بها المكتب، قدمت المساعدات لنحو 45 من الأسر المقيمة في ضواحي إمبيرمي وحرقيقو ودوغالي ومدينة مصوع. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة حليمة إنشق بأن الدعم المقدم هو مواصلة للمساعدات الجارية لضمان مصدر اقتصادي للأسر وتحسين حياتهم المعيشية. وذكر المواطنون الذين قدم لهم الدعم بأن الدعم يساعد على إدارة واستقرار حياتهم اليومية، مؤكدين بجاهزيتهم للعمل الدؤوب. وتشير المعلومات الواردة من مكتب العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر إلى تقديم دعم مماثل ل 220 من الأسر في مديريات قرورة وأفعبت وشعب وقندع وفرو. مشاهدينا الكرام، كانت تلك الأخبار الداخلية. فاصل قصير وأوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تواجه جنوب شرق آسيا تهديدات حقيقية من تنظيم داعش رغم هزيمته في الشرق الأوسط، وفقا لتحذير رئيس وزراء سنغافورة لي سين لونغ لدى افتتاح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. وحذر لي أيضا من مخاطر الحمائية الاقتصادية، واعتبر أن التوترات الجارية بين الولايات المتحدة والصين تثير القلق. وتواجه بعض الدول العشر الأعضاء في آسيان التي تعد ب 650 مليون نسمة منذ زمن التهديد الإسلامي ومجموعات متطرفة تعزز وجودها بسبب بروز تنظيم الدولة الإسلامية. وحذر لي أيضا من المخاطر الحمائية الاقتصادية، قائلا أن المزاج السياسي في دول عديدة يتطور ليعارض التبادل الحر، وخصوصا التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي تثير القلق. وردا على ذلك، دعا آسيان إلى تعزيز دمج لاقتصادات الدول الأعضاء فيها وزيادة تعاونها. سيطر مسلحون من حركة طالبان على منطقة في شمال أفغانستان، فيما أسفر انفجار قنبلة في قاعدة للجيش في إقليم هلمند جنوب البلاد عن مقتل 5 أشخاص. وجاء تحدث موجة من العنف فيما بدأ المتشددون هجوم الربيع. وقال مسؤول في المجلس المحلي إن مسلحين سيطروا على مقر إقامة الحاكم ومقر الشرطة في أكتابا في منطقة قلعة ذال بإقليم قندوز، وأن قوات الحكومة الأفغانية تقاتل لطردهم. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن مقاتلي الحركة سيطروا على مقر الشرطة و10 نقاط تفتيش أمنية وسوقا في قلعة ذال شمال مدينة قندوز. في الطرف الآخر من البلاد في إقليم هلمند، ذكر بيان من مكتب الحاكم الإقليمي إن مسلحين شنوا هجوما بسيارة ملغومة على قاعدة للجيش في منطقة ندعلي، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وجندي. وأعلنت طالبان قبل أيام البداية الرسمية لهجوم الربيع السنوي في مواصلة للقتال العنيف الذي دار في أنحاء أفغانستان في الآونة الأخيرة مع ميل الطقس نحو الدفء. وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض في أولى محطات جولته التي تستغرق 3 أيام بالشرق الأوسط، وتشمل إلى جانب العاصمة السعودية كل من القدس والعاصمة الأردنية عمان. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن زيارة بومبيو للرياض تهدف إلى توطيد العلاقات مع حلفاء مهمين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وكان بومبيو قد قال سابقا إنه سيناقش خلال جولته مستقبل الاتفاق النووي مع إيران والذي أبرم في عام 2015. وتأتي هذه الجولة وسط توقعات بقرارات وشيكة تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني ومراجعة لدور الولايات المتحدة في سوريا. كما تأتي أيضا بعد يومين فقط من أداء بومبيو اليمين وتولي منصب وزير الخارجية الأمريكي، حيث غادر فورا إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي قبل بدء جولته التي تشمل السعودية والأردن وإسرائيل. انطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو فعاليات مسابقة سومو البكاء، والتي تتم من أجل تمني الصحة والنمو للطفل الصغير. ويشارك في تلك الفعاليات حوالي 60 طفلا يضعون حول جسدهم قطعة من القماش المزخرف، والتي يضعها لاعبو السومو حول خصرهم. وتبدأ طقوس الفعاليات فيما يرفع مصارعو السومو أطفالهم عاليا حتى تقترب صرخاتهم من السماء من أجل أن ينمو أطفالهما متمتعين بالصحة. ويعلن حكم مباريات السومو الذي يدير المسابقة فوز الطفل الأعلى صوتا.
ويقوم الأب وعضو لجنة التحكيم بحركات لإخافة الطفل والصراخ في وجهه كي لا يتوقف عن البكاء. ويستند هذا التقليد إلى أن الرضع الذين يبكون أكثر ينمون بسرعة أكبر، وأن البكاء يجلب لهم صحة جيدة، ويعتقد أيضا أن صوت بكائهم يطرد الأرواح الشريرة. أعزائي المشاهدين، بهذا وصلت بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا المساء من الفضائية الإريترية. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. تصبحون على خير، في أمان الله.